عبد الله السعيد يهرب من نادي الزمالك. الناس قامت ما نامتش، الدنيا ولعت على السوشيال ميديا. عبد الله السعيد هرب من الزمالك. هرب ازاي يعني؟ هو كان في مصيف وهرب من الشاليه، ولا الزمالك بقى سجن العقرب واحنا مش واخدين بالنا؟ الحكايه ببساطه يا ساده، الراجل في معسكر الزمالك في الاسماعيليه وحصل خلاف بسيط كده. قال لهم انا عايز 40 مليون في السنه واتنين شاي كركديه بعد سنتين. الاداره ردت يا عم عبد الله، ده احنا لسه بندفع قسط حمدي النجاز. فحصل شويه شد وجذب. الراجل خرج من المعسكر بس مفيش بيان رسمي، مفيش ورقه مكتوبه، مفيش حتى اسطوري بيقول مع السلامه. يعني ايه؟ يعني محدش هرب ولا حاجه. دي شائعات معموله في اوضه ضلمه وعلى مزيكه دراما تركي. اوعى تنسى نفس الشائعات دي طلعت في يناير 2024 هو في بيراميدز، وبرضه طلع لابس الشبشب ورايح التمرين عادي. خلاصه، عبد الله لسه في الصوره، الزمالك لسه عايزه، مفاوضات شغاله. بس الهروب الكبير ده مكانه في فيلم مش ملعب. تابع هيما جول واحنا نخلي الاشاعات تتحول لنكته.